في كتابه الشهير الإنسان كما يفكر يكون، يعلمنا جيمس آلن درساً مهماً. كما أن البذرة الصغيرة تحمل في داخلها شجرة كاملة، هكذا تحمل أفكار الإنسان في داخله مصيره كله. إنما نفكر فيه اليوم نصبحه غداً. فالإنسان في جوهره هو صنيعة أفكاره، والحياة التي يعيشها ليست إلا انعكاساً لما يزرعه عقله من معتقدات ورؤى. جاهز نستكشف عالم الأفكار الذهبية؟ قبل ما نبدأ، اضغط على الاشتراك وفعل الجرس علشان كل فكرة جديدة توصلك على طول وتخلي دماغك مليانة إلهام. الفصل الأول: الفكر والشخصية. يؤكد جيمس آلن أن شخصية الإنسان هي انعكاس مباشر لطبيعة أفكاره، فالعقل بمثابة التربة التي تزرع فيها البذور، وهذه البذور هي الأفكار. إن زرع الإنسان أفكاراً صالحة ونبيلة، نمى منها سلوك راق وشخصية قوية فاضلة. وإذا غلبت الأفكار السلبية والأنانية والدنيئة، فإن ثمارها تكون ضعفاً وسلوكاً منحرفاً. الفكرة في جوهرها ليست مجرد خاطر عابر، بل هي قوة خفية تصوغ الملامح الداخلية للإنسان، ثم تترجم في أفعاله وأقواله ومواقفه. لذلك فالتحكم في الفكر والسيطرة عليه هو الخطوة الأولى لبناء شخصية متزنة وناجحة، حيث إن كما يفكر الإنسان في قلبه هكذا يكون. الفصل الثاني: الفكر والظروف. الظروف التي يمر بها الإنسان ليست وليدة المصادفة، وإنما هي انعكاس حقيقي لأفكاره الداخلية. فإذا كان عقلك مشغولاً دوماً بالخوف والشكوك، فسوف تجد نفسك محاطاً بظروف مليئة بالمعوقات. وإذا كان عقلك مليئاً بالثقة والرجاء، ستجد الحياة تفتح لك أبواب النجاح والفرص. الظروف ليست عدواً للإنسان، بل هي أداة في يده يعيد تشكيلها من خلال تغيير أفكاره. ومن ثم فإن سر السعادة أو البؤس لا يكمن في الظروف المحيطة، بل في النظرة الداخلية لها. بتغيير الفكر تتغير النظرة، ومعها تتبدل الظروف إلى الأفضل. الفصل الثالث: أثر الفكر على الصحة والجسد. الجسد البشري ما هو إلا انعكاس حي لحالة العقل، فالأفكار المليئة بالقلق والحقد والغيرة تضعف الجسد وتستنزف طاقته، وتظهر آثارها في الملامح والتصرفات وحتى في الأمراض. والأفكار الإيجابية كالطمأنينة والإيمان والتفاؤل فهي تغذي الجسد بالقوة وتجعله أكثر صحة وحيوية. إن الانسجام بين العقل والجسد حقيقة لا يمكن إنكارها، فالعقل هو السيد والجسد خادمه المطيع. ومن أراد صحة جسدية جيدة فعليه أولاً أن يملأ عقله بأفكار صافية نقية وبناءة. الفصل الرابع: الفكر والغاية. لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا غاية، فالحياة بلا هدف تخلق عقلاً مشتتاً وتفكيراً بلا اتجاه. الغاية هي البوصلة التي توجه الأفكار، وهي الوقود الذي يمنح الإنسان طاقة الاستمرار. عندما يحدد الإنسان لنفسه غاية واضحة، يصبح عقله منظماً وأفكاره مركزة، فيسهل عليه مواجهة العقبات. أما العيش بلا غاية فهو بمثابة الإبحار في بحر بلا شراع ولا خريطة، حيث يكون المصير تائها ومبهما. النجاح يبدأ من لحظة يقرر فيها المرء أن يعيش لغرض معين ويكرس أفكاره لخدمته. الفصل الخامس: الفكر والإنجاز. كل إنجاز عظيم في التاريخ كان في البداية فكرة في عقل شخص ما. الفكرة قد تكون صغيرة، لكنها حين تغذى بالإصرار والعمل
تتحول إلى إنجاز ضخم. لا يوجد ما يسمى بالنجاح بالصدفة. النجاح دائماً هو ثمرة لفكر منظم وصبر طويل وإرادة قوية. الفاشلون هم أولئك الذين لم يمنحوا أفكارهم وقتاً كافياً لتنمو وتؤتي ثمارها. أما الناجحون فقد تمسكوا بأفكارهم حتى النهاية وحولوها إلى واقع. لذلك الإنجاز هو مرآة لصاحب الفكرة، والعقل هو المصنع الأول للنجاح. الفصل السادس: الرؤى والأحلام. الأحلام ليست مجرد أوهام، بل هي القوة الدافعة وراء كل تقدم إنساني. كل إنجاز بدأ برؤية أو حلم تشكل في عقل صاحبه. الإنسان الذي يمتلك رؤية سامية يعيش حياة مليئة بالشغف والإبداع، بين من يعيش بلا حلم يعيش بلا اتجاه حقيقي. كما يحلم الإنسان يكون، فمن يحلم بالفضيلة والعظمة يتجه نحوها في أفعاله، ومن يحلم بالأنانية والصغائر يحيا في دائرتها. الأحلام الراقية تنقل الإنسان من العادي إلى الاستثنائي، ومن الممكن إلى المستحيل. الفصل السابع: الصفاء. الصفاء الذهني هو أعلى درجات الحكمة. حين يصل الإنسان إلى التحكم الكامل في أفكاره، تتحقق له الطمأنينة الداخلية والسكينة. الصفاء ليس جموداً، بل هو القوة في أبسط صورها. الشخص الهادئ المتزن يجذب إليه القلوب وينشر حوله روح الطمأنينة. من يتعلم أن يصفي أفكاره من الاضطراب والقلق يصل إلى حالة من السلام تجعله قادراً على مواجهة الحياة بثبات وثقة. الصفاء هو تاج العقل الناضج، وثمرته راحة للنفس والجسد معاً. الخلاصة النهائية: الكتاب يعلمنا أن الإنسان هو صانع نفسه، وأن حياته بكل ظروفها وأحداثها انعكاس مباشر لأفكاره. غير فكرك تتغير حياتك. تذكر دائماً أنك لست ضحية للظروف، بل صانعها. أفكارك اليوم هي الغرس، وغدك هو الحصاد. ازرع خيراً في فكرك، تجد سلاماً في قلبك، وحياة مليئة بالنور. خلصنا كتاب النهاردة؟ قولنا في التعليقات إيه الفكرة اللي شدت انتباهك أكتر حاجة؟ لو عجبتك الرحلة دوس لايك واشترك في القناة، وخلي كل فكرة ذهبية توصلك على طول. الخلاصة النهائية: الكتاب يعلمنا أن الإنسان هو صانع نفسه، وأن حياته بكل ظروفها وأحداثها انعكاس مباشر لأفكاره. غير فكرك تتغير حياتك. تذكر دائماً أنك لست ضحية للظروف، بل صانعها. أفكارك اليوم هي الغرس، وغدك هو الحصاد. ازرع خيراً في فكرك، تجد سلاماً في قلبك، وحياة مليئة بالنور. خلصنا كتاب النهاردة؟ قولنا في التعليقات إيه الفكرة اللي شدت انتباهك أكتر حاجة؟ لو عجبتك الرحلة دوس لايك واشترك في القناة، وخلي كل فكرة ذهبية توصلك على طول.